معظم الناس لما بتسمع كلمه اوتوميشن بتفكر في روبوت بيشتغل مكان الانسان، بس لما بندخل الاي اي في الصوره اللعبه بتتغير تماما. الاوتوميشن العاديه بتنفذ خطوه بخطوه زي روبوت ماشي على الخطوات، لكن الانتليجنت اوتوميشن بتتعلم وتتكيف وتقرر بنفسها. خليني اقول لك تريكايه، لو دمجت الاي اي مع ادوات زي init وميك دوت كوم تقدر تخلي السيستم مش بس ينفذ، لا هيفهم الداتا اللي بيتعامل معاها. بدل ما بتخلي حد يقعد يفلتر ايميلات الدعم الفني، انت ممكن تبني اوتوميشن هو يوزع المشاكل ويوزع الايميلات على القسم المختص بيه. طب النتيجه هيبقى ورك فلو اسرع بنسبه 70% واخطاء بشريه تكاد تكون معدومه. وده مش في المستقبل، انا بكلمك في حاجات بتتعمل جوه شركات كبيره دلوقتي. اللي فاهم ازاي نربط ما بين الاي اي وما بين الاوتوميشن ده اللي هيقود الديجيتال ترانسفورميشن، مش بس هيتاثر بيه. خلي الفيديو ده عندك كريفرنس عشان لما تبدا تبني اوتوميشن تعرف ازاي تخليها تفكر قبل ما تشتغل.